شُفت يا حاج كارلو، شُفت أمّا كنا نقعد نقول عندنا مشاكل وعندنا عيوب وما ينفعش نخسر نُقط قدّام الفرق دي زي ليل وميلان، كنتم بتطلعوا تقولوا يا جدعان طب ما إحنا بنكسبه في الآخر وإيه المشكلة؟ وهتقعوا أكيد في مجموعة سهلة والكورة الساقعة والكورة السخنة، لا يا معلم هيوقعك في حتة يعني وقعت في جبهة ينعل أبو اللي جابها، جابها حرفيًا جابها شمال، جابها يا معلم فيها ليفربول، فيها باريس سان جيرمان، فيها PSV وفي أرسنال، أستون فيلا، كلوب بروج، أتلتيكو مدريد، فيها كمية أندية لا يا معلم أندية كبيرة أوي، وأندية كلّهم في البيك، وأندية كلّهم في دورياتهم من أيام ما دورياتهم من المغرب، أندية كلّهم يا معلم لأ هم كلّهم on fire، هم باريس دي لسه كسبانة 10 قدام بريست، وليفربول حرفيًا من أيام الدوري الإنجليزي من المغرب، أتلتيكو مدريد بتنافسني، أستون فيلا مع أوناي إيمري بالتدعيمات اللي بتجيبها لا يا معلم هي جامدة جدًا. ارسنال مع ارتيتا واحنا شايفين دلوقتي ارسنال بتنافس على الدوري وممكن تطلع اول دوري عادي جدا. فلا يا معلم الفرقه مش سهله وطريقنا مش سهل، جابها شمال عشان احنا عملنا في نفسنا كده من الاول. فيا معلم انا بكل بساطه جاي اتكلم على القرعه، جاي اتكلم على ريال مدريد في وقت دوري ابطال، وايه اللي حصل وايه اللي هيحصل وطريقنا، وهنتكلم كده حبه بسيطه كده وحلقه خفيفه على ريال مدريد في دوري ابطال. شعب الشيخ ولاد الصراحه دي انزل ماجد دي منتدى ودي حلقه ريال مدريد في دوري ابطال. يلا بينا. يا معلم جايين نتكلم بكل بساطة عن ديربي اللي يا معلم اللي الوحش قوي في دوري أبطال، أسود طريق ممكن تشوفه في دوري أبطال، وأسود حاجة ممكن تشوفها، وأسود فرقة ممكن تجيلك. أنا عندي ساعتها كان تجيلي باريس سان جيرمان أو ليفربول، وما تجيليش يا معلم يعني أتلتيكو مدريد خالص في دوري أبطال، في طريقي كله. حرفيا أسوأ فرقة ممكن ألعبها في دوري أبطال، اكتر فرقه ممكن تريح عليها في دوري ابطال، اكتر فرقه ممكن ترخم عليها في دوري ابطال هو اتلتيكو مدريد. لكن تخيل ان انا هلعب اتلتيكو مدريد السنه دي ممكن 5 ماتشات او اكتر، يعني هلعبهم مرتين في الدوري، راحوا تعادلت الماتشين كانوا ماتشين رخمين قوي، والماتشات اللي اتعادل عليها الدوري او هتضيع عليها الدوري او ممكن سبب من الاسباب الرئيسيه اللي هتضيع عليها الدوري هي الماتشات دي. عندي بعد كده هروح اقابلها اتنين في دوري ابطال اللي يبقى 4 ماتشات، ممكن لو هم وصلوا نهائي عشان هم الناحيه التانيه قدام برشلونه، لو هم وصلوا نهائي وانا وصلت نهائي هنلعبهم مره الخمسه، وممكن كمان احنا الاتنين نصعد عادي السوبر الاسباني، فهقابلهم اكتر من 6 7 ماتشات. فيا معلم هقابل اتلتيكو مدريد او الديربي ده اكتر من 6 7 مرات، هم لو حرفيا امتحان ميد تيرم وامتحان فاينل هيبقى 4 مرات بس في السنه، مش 6 7 مرات يا معلم. فاتلتيكو مدريد واقع في حظي في كل حاجه، سبتهم في الدوري ولي في دوري الابطال، ولي في الحته يا معلم اللي انا مش عارف اقولها اصل انا هكسبها في الاخر. هم جولي في الحته اللي انا مش هعرف اقول والله اصل انا ممكن افضل يعني كده، بس انا في دوري الابطال حاجه تانية، هم بقى جولي في دوري الابطال انا في حاجه تانية دي. جولي هيرخموا عليا، سيميوني ممكن يطلع عادي من اي فرقه الا انه يطلع مني، مش فاهم هو بقى عنده عقده مني، عنده عقده كمدريد يعني ولا عنده عقده كدوري ابطال في العموم. اصل انا واخد منهم 2 دوري ابطال، فراموس طلع استفزهم اكتر وطلع يا معلم عمل كومنت على بوست على انستجرام قال لهم يا معلم والله احنا ممكن نعملها تاني اصل انا عملتها وكنت موجود. فانت ليه يا اسطى ليه انا مش في البيك بتاعي دلوقتي، انا مش في كسبان السيتي وقلت وطلعت عملت حفله وهيصت ويلا بينا وهاتوا لي اي حد، لا بس انا مش في البيك، انا مش في الفورمه. انا ماشي يا معلم موجود في دوري ابطال وانا معاك وكسبان السيتي، بس السيتي مش في احسن حالاته، قلتها في الحلقه ان احنا كنا المفروض نستفز اكتر من كده ونجيب اكتر من كده عشان يا معلم السيتي مش في احسن حالاته. معنى كده ان انا كسبت السيتي بس هو مش في احسن حالاته، السيتي عنده مشاكل فانا استغليت المشاكل دي وجبت جوان. اتلتيكو عنده مشاكل، لا يا معلم مشاكله اقل بكتير من السيتي، مشاكله تكاد تكون منعدمه، ده بينافسني على الدوري يا صاحبي ووقع برشلونه، وجي بعد كده جاي موقعني ولسه هيروح يوقع برشلونه تاني. فارخم فرقه ممكن كانت تجيلي هو يا معلم اتلتيكو مدريد. انا كان نفسي في باير ليفركوزن، كان امنيه حياتي باير ليفركوزن عشان اروح الناحيه التانيه، يعني عشان اروح الناحيه التانيه وعشان يا معلم والله ما اقعش في الجبهه دي، وعشان برضه ما اقعش قدام اتلتيكو مدريد. فلا باير ليفركوزن كانت هتبقى احسن بكتير من ان انا اروح اقابل يا معلم اتلتيكو مدريد. لا واتلتيكو مدريد الماتش الاول في البرنابيو، فيا معلم ماتش العوده هلعبوا ماتش العوده في الواندا ميترو وقدام فينيسيوس جونيور يا معلم. انت لك ان تتخيل فينيسيوس جونيور اي حد بيشتمه بيطلع يا معلم يقعد يعيط، فتخيل بقى جماهير اتلتيكو مدريد لما تقابله اكتر من 6 مرات في السيزون، ده هيجلدوك يا صاحبي، هيجلدوك ده كان ماتش في الدوري ملوش لازمه،
وعملوا يا معلم عليك حفله وجابوا عروسه مشنوقه في الكوبري وعلقوها وقال لك ده بص ده فينيسيوس جونيور. فتتخيل يا معلم لما تبقى واخد منهم اصلا ماتش في البرنابيو مثلا ورايح لهم بقى العوده في الرواندا ميترو، تخيل هيعملوا معاك ايه؟ تخيل ايه اللي هيحصل، فينيسيوس جونيور هيطلع ازاي من الماتش. لك ان تتخيل ان هقول لك حاجه بسيطه بس، فاسكيز عقل ضد اليابان. لك ان تتخيل بس ان انا هلعب بفاسكيز تاني مش هلعب بفالفيردي. اصل واحد فالفيردي دي خلاص خلص يبقى صاحبي، يرجع بقى فاسكيز تاني بقى ونعيد نفس وبقى تشاوميني يرجع ورا بقى ونرجع بقى نشوف في تشاوميني وروديجير وناحيه تانيه فاسكيز ومندي ويلا بقى نعك بقى اصل انا خلاص عديت السن، انت عبيط ولا ايه؟ انت فاكر انك ياه وكده؟ يلا حبيبي على اتلتيكو مدريد عادي جدا، وما تفكرش في الجاي وما تفكرش في ارسنال. لو فكرنا احنا نلعب بتشاوميني وفاسكيز يعني، ما لعبتش حته فالفيردي اللي جات لك يعني اهي. الغبي ربنا بيقول لك اهي اهي. انت لا والله مش جاي معايا سكه والله الحوار ده، انا هلعب بفاسكس ثاني عادي كده. ما نجيب يا جدعان واحد في الشتاء اللي فات ده، لا والله انا هكمل بفاسكس يا جدعان. فاسكس الموهبه الناشئه، الموهبه الناشئه اللي عنده 34 سنه باين ولا 35 سنه، حاجه كبيره بنت لذينه كده. العب بيه يا معلم واكمل الموسم نشوف هيمشي ازاي. اجيب ارنولد اللي عنده مشاكل في ليفربول، اجيبه عندي عشان يبقى عندي مشاكل برضه في مدريد في نفس الجبهه اللي فيها فاسكيز. انا اخلي فاسكيز عادي، ما اجيبش ارنولد والله عادي العب بفاسكيز. ايه ده؟ ما اجيبش ارنولد عشان اديله فلوس ببلاش. ولا ارنولد يا معلم مش عايزينه في ليفربول، ما هو لو كان فيه خير ما كانش يا ايه. المهم نرجع تاني لحته اتلتيكو مدريد. فلا يا معلم هي مواجهه صعبه جدا، لو عديت منها فما اعتقدش انك صعب قوي توصل للنهائي. لان جاي بعد كده ارسنال وانا نفسي يجولي عشان عايز منهم حاجات من 2006. فاكر العيله بتاعت هناي؟ تعالى لي بس كده زي ما مروان سري قال، لا يا معلم انا عايزك. الصراحه انا بدور عليه بقالي كتير. فاكر بايرن لما كان بيدور عليا بقاله كتير، انا بدور على ارسنال بقالي كتير. فتعالى يا ارسنال والله عشان انا محتاجك، وبعديها ليفربول اللي انا برضه عايزه عشان خد مني حاجه السنه دي وانا عايزها بقى، انا عايزها عشان ده السبب من خليني ما صعدش بالثمانيه والله. فتعالى لي برضه انت وهو كده هتعالوا لي عشان بس لينا كلام مع بعض، لينا هو ولينا ماتش قدام اتلتيكو مدريد هنطلع نتكلم عليه يوم 4 او 5، وبعد كده يوم 13 او 14. لا رايك في تيم شمشير وراك سعادي، انا زيد ماجد دي منتدى، ودي حاله ريال مدريد واتلتيكو مدريد في دوري ابطال اوروبا